ازيكم؟ قبل ما القصة تبدأ خليني أسألك سؤال. تفتكر التطور اللي بيحصل في العالم دلوقتي من أدوات ذكاء اصطناعي وروبوتات وحاجات تانية كتير هتخلي العالم بتاعنا أفضل ويصل لمناطق وإمكانيات غير محدودة محدش قدر يوصل لها قبل كده؟ تمام تمام. تفتكر بقى ايه هي الضريبة اللي هتدفعها البشرية عشان توصل للإمكانيات والمناطق دي؟ ده اللي حاول يقوله الكاتب ريتشارد ماثيوسون من 67 سنة لما كتب قصة الفيديو ده، واللي بعنوان And When the Sky Was Opened، وعندما فتحت السماء. فخلينا نشوف من وجهة نظر الكاتب ريتشارد ايه رأيه في الموضوع ده، ايه رأيه في الضريبة اللي هتدفعها البشرية مقابل التطور. القصة بتبدأ بشخص اسمه فوربس واقف على جنب وسرحان وبيسأل الممرضة عن صديقه ويليام هل لسه موجود ولا لأ. فبترد عليه باستغراب موجود يعني هيروح فين؟ فبيقول لها تمام تمام، وبعدين بيروح للغرفة اللي فيها ويليام واللي رقمها 15. خليك فاكر الرقم ده مهم جدا. فلما بيوصل الغرفة بيفتحها بسرعة وكأنه خايف انه ما يلاقيش صديقه ويليام في الغرفة، لكنه بيلاقيه ويليام بيرحب بيه. فبدأ فوربس يلف في الأوضة ويدور على حاجة معينة لكنه مش بيلاقيها، فتوتر أكتر وطلع سجاير يشربها وقال لويليام أنا هسألك أسئلة معينة وأنت هتجاوب عليا من غير ما تقاطعني، تمام؟ فويليام قال له تمام. السؤال الأول، أنا امبارح مشيت من عندك الساعة كام؟ فويليام بدأ يفتكر وقال له أنت امبارح مشيت الساعة 9:30 الصبح. ففوربس قال له تمام تمام، كان معاه مين بقى؟ فويليام قال له انت لا، ما كانش معاك حد، انت مشيت وحديك. ففوربس رد باستغراب وقال له ازاي ما كانش معايا حد، ازاي مشيت وحدية؟ فمسك جورنال وبدأ يقول له شايف الخبر اللي في الجورنال ده، ممكن تقراه؟ فبدأ ويليام يقرأ الخبر. 2 رواد فضاء أبطال سافروا لاكتشاف الفضاء وعادوا من المجهول بعد تحطم طائرتهم واضطروا للهبوط في الصحراء. قال له تمام، الخبر بيتكلم عني وعنك، ايه المشكلة؟ ففوربس قال له طب بص على الصورة اللي تحت الخبر، هل فيها حاجة غريبة؟ فويليام بدأ يقلق ويقول له حاجة غريبة ايه؟ مفيش أي حاجة غريبة، أنا وأنت. ففوربس قال له ازاي يا ويليام؟ الطيارة كان فيها 3 أشخاص، أنا وأنت وصديقنا التالت هيرجتون اللي أنا أعرفه من 15 سنة وأنت تعرفه من 5 سنين، واللي كان معانا هنا في الأوضة ومشي معايا امبارح. فويليام بدأ يبص له بقلق كده وقال له بص يا فوربس، أولا احنا كنا 2 بس في الطيارة، ثانيا احنا كنا 2 بس في الأوضة، ثالثا أنا معرفش حد اسمه هيرجتون. انت باين عليك يا فوربس تعبان شوية وموهوم من الحادثة، فهكلم لك الدكتور عشان يجي يشوفك ويكشف عليك. فقال له لا بس ثواني افهمني، انا هحكي لك اللي حصل معايا امبارح وانت تقول لي المفروض اعمل ايه. بنرجع لليوم اللي فات وبنشوف هيرجتون وهو بيهزر مع ويليام، بعدين بيمسك الجورنال وبيبص فيه فبيلاقي الخبر عن ال3 رواد مش 2 بس، كمان الصورة اللي تحت الخبر فيها هيرجتون. فبيودع ويليام وبيروح فوربس وهيرجتون للحانة عشان يغيروا جو شوية، لكن لما بيوصلوا هناك بيبدأ هيرجتون يحس بتعب وبقلق وبإرهاق شوية كده. فوربس بيقول له هل انت مريض؟ يعني انت تعبان ولا حاجة؟ يعني في مرض؟ قال له لا انا مش مريض، بس حاسس ان انا في حاجة غريبة كده. فالمهم انا هقوم اكلم اسرتي اطمن عليهم. لكن بعد شوية بينادم على فوربس وبيقول له يا فوربس، والدي ووالدتي لما كلمتهم قالوا لي ان هم ما عندهمش ابن اسمه هيرجتون. ففوربس قال له يعني ايه يعني الكلام ده؟ اكيد الرقم غلط، رن تاني. قال له لا الرقم صح، وهم كانوا بيتكلموا بمنتهى الجدية. انا يا فوربس حاسس ان انا ما انتميش للعالم ده، انا حاسس ان انا بنتمي لعالم تاني. طبعا فوربس ماشي وحاسس انه في حاجة غلط، يعني تعبان او مريض ده، يعني مش مهتم بكلامه قوي. فقال له تمام انا راح احاسب عشان اجي اخدك ونمشي. وهو رايح بص في الجرنال كان موجود على الترابيزة اللي جنبيه، فلما بص فيه اكتشف ان صورة هيرجتون اختفت، وان الصورة بس موجود فيها شخصين، هو فوربس نفسه ومعاه ويليام. فرجع تاني لهيرجتون اللي كان موجود في الكابينة فملقاهوش، فافتكر انه راح مكان او مشى يعني قدامه، فرجع يحاسب. وهنا كانت المفاجأة ان العامل اللي كان موجود قال له ماشي بس الحساب بتاع صديقك، هو مين صديقك؟ انت ما كانش حد معاك، انت جيت وحديك. فوربس بدأ يقول يا جماعة انتوا مجانين ولا جيت وحدية ازاي؟ لا كان معايا حد وسابهم وروح. لما راح البيت
هو قاعد جات له خطيبته فبيحكي لها ان ازاي هيرجتون اختفى، فبتقول له هيرجتون مين؟ فقال لها يعني ايه هيرجتون مين؟ هيرجتون صديقي. قالت له انا ما اعرفش ان ليك صديق اساسا اسمه هيرجتون. قال لها ازاي؟ هيرجتون ده انت قابلتيه مئات المرات قبل كده. قالت له انا اول مره اسمع ان ليك صديق اسمه هيرجتون. ففجأة التليفون رن، فراح رد واكتشف انه القائد بتاعه هو وويليام وهيرجتون. فبيشرح له الموقف، فقال له برضو انا ما عنديش حد اسمه هيرجتون شغال معايا. قال له ازاي؟ ده احنا التلاتة كنا مسافرين تحت قيادتك انت. قال له يا فوربس لا، انتوا كنتوا اتنين بس، انت وويليام. وبدأ فوربس يحس انه في ايه ده، هو ايه مالكم يا جماعه؟ ازاي اختفى فجأة كده؟ ازاي وانتوا كمان مش فاكرينه؟ يعني في حاجه غلط، انتوا اكيد بتهزروا، ولو كان هزار فده هزار تقيل جدا. وطلع يجري تاني ناحيه الحانه معتقد ان هو هيلاقي هيرجتون هناك. فكسر الازاز ودخل وبدأ يصرخ هيرجتون هيرجتون، لكن محدش بيرد عليه. فدخل الكابينه اللي كان موجود فيها هيرجتون قبل ما يختفي، وهو حزين وزعلان ومتضايق، وقعد فيها لحد الصبح، لحد ما راح تاني للمستشفى لويليام. وبنرجع تاني لفوربس وهو قاعد مع ويليام، وبعد ما حكى له التفاصيل فويليام بيرد عليه بمنتهى اليأس ويقول له انا كنت اتمنى ان انا اساعدك يا فوربس، بس الصراحه زي ما قلت لك ما عرفش حد اسمه هيرجتون. ففوربس بعد يعني تعب وارهاق ومحاوله ان هو يلاقي صديقه، كفايه اللي انا عارف انه كان موجود، انه كان حقيقي. واحنا باين علينا كده يا ويليام، احنا وصلنا لمكان ما كانش لازم ان احنا نوصل له، مكان في الفضاء. المكان ده سبب لعنة لينا. وقام يبص في المراية فاكتشف انه بدأ يختفي. فبدأ يقول لا انا مش عاوز اختفي، مش عاوز اختفي يا ويليام، مش عاوز اختفي، الحقني. وبدأ يطلع يجري، فطلع وراه ويليام وبص في الطرقة فما لقيش حد. فجات له الممرضة فقال لها القائد فوربس الحقيقي شوفي ماله. قالت له قائد فوربس مين؟ قال لها صديقي، انت مش عارفاه؟ قالت له لا انت ما كانش معاك حد. قال لها ازاي؟ ده كان موجود هنا. وبدأ ويليام يتصدم، فرجع وهو بيبص في الجنار فاكتشف ان الصورة اختفى منها صديقه فوربس، ما فضلش غيره هو. واحدة واحدة هو كمان اختفى، والقصة بتخلص. القصة دي اتكتبت سنة 1959، والترند اللي كان في الفترة دي كان هوس السفر للفضاء. وكان التحدي وقتها بين أكبر قوتين في العالم، أمريكا والاتحاد السوفيتي، مين اللي هيقدر يوصل الأول للفضاء وياخد هذا المجد وينال هذا الشرف. المضحك هنا ان نفس القوتين دول اللي بيتنافسوا على انهم يقدموا قيمة عليا للبشر ويساعدوا البشرية انها تتطور، هم نفسهم اللي بيصنعوا اسلحة بتقتل الاف البشر. كأن الكاتب ريتشارد بيحاول يقول من خلال القصة دي اللي هو كتبها ان الاولى والاهم من اننا دايما نكون سعينا حياة التطور واكتشاف الفضاء واكتشاف الكون واكتشاف الحاجات الخارقة دي، اننا برضه ندي اهتمام للانسانية نفسها، نحاول نحميها ونحافظ عليها. لاننا لو ركزنا فقط مع الفضاء، مع الذكاء الاصطناعي، مع عملية الانتاج، ونسينا الانسان اللي هو العنصر الاهم في العملية دي كلها، فالبشرية كده مش بتتطور، البشرية كده بتتحول من البشرية لله بشرية. فالضريبة اللي تدفعها البشرية على التطوير ده هي غياب البشرية. شكرا، سلام.